هو المخرج وعميد المسرح التونسي في الستينات ومؤسس المسرح التونسي الحديث محمد بن عبد العزيز العقربي. التحق محمد بن عبد العزيز العقربي بالمعهد الصادقي وانخرط في كورال تونس، ووقت اللي تأسس الاتحاد المسرحي سنة 1936 تولى العقربي إدارته الفنية. وفي سنة 1943 التحق بالإذاعة التونسية كمذيع، وشارك زادة في الفرقة المسرحية التابعة للرابطة الفرنسية، ومن بعد أشرف على القسم العربي لإذاعة باريس، وين عمق ثقافته في المسرح الكلاسيكي بمعهد روني سيمون. هو مؤطر المسرح التونسي اللي كون جيل من المسرحيين في تونس وليبيا في أوائل القرن العشرين، وتخرج على أيديه علي بن عياد، المنصف السويسي، ومنى نور الدين. كان ممثل قدير بطاقته الصوتية العظيمة، ومخرج ناجح ومؤلف بارع في الترجمة والاقتباس. من المسرحيات اللي أخرجها غرام يزيد، نهار الجنون، صلاة الملائكة لتوفيق الحكيم، عطيل لشكسبير، ومريض الوهم لموليير. كان العقربي متضلع في الفرنسية والعربية الفصحى، وهو اللي خلاه قادر على ترجمات الدراسات المسرحية ومناقشة قضايا المسرح. كتب عن التكوين المسرحي وعن الممثل والإلقاء والإخراج والنص وعن تاريخ المسرح. توفي عبد العزيز العقربي سنة 1968. عبد العزيز العقربي ساهم في إنعاش الحركة المسرحية ونشر الثقافة المسرحية، وآمن اللي الفن الرابع عنده دور كبير في بناء المجتمع.